السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم ازيكم الأول عاملين ايه؟ اللي مش عارف احنا هنتكلم عن ايه طبعا. بعد ما الأهلي توج بأفريقيا الأول، ألف ألف مبروك طبعا لكل الأهلاوية بالتتويج بأفريقيا، وخلاص منعم اتضم. لحظة مشاورة منعم لجمهور الوداد انضمت خلاص للحظات التاريخية اللي في حياة جمهور الأهلي كلها. لقطة جده ولقطة أبو تريكة في الصفاقسي ولقطة القاضية ممكن بتاعت قفشه. بسم الله بقى. اول حاجه طبعا احنا عايزين نبدا بس الاول بالاخبار الحلوه. خبر انا كنت مستنيه من زمان صراحه، وكنت يعني من اول من نص بطوله افريقيا اللي فاتت، لما بدات اذاكر فرقه سان داونز وبدات اشوف سان داونز ده هيلعبنا ازاي وفريقه عامل ازاي. بدات الاقي ان لعيبه سان داونز احسن مننا في حاجات كتير قوي في اساسيات كره القدم. وبدات اتفرج شويه على الناس اللي بتتكلم عن ليه سان داونز احسن مننا، وشفت يمكن ابرزهم كان احمد عز طبعا وتامر بدوي. وبدات اتابع وبدات اسرش شويه، فلقيت ان هم عندهم حاجات كتير قوي مش عندنا، من ضمنها النقطه اللي انا هبدا بيها اللي هي السكاوتنج تيم. وان الاهلي طبعا، يعني ايه سكاوتنج تيم؟ هو فريق الكشافه اللي طول عمره متواجد عندنا في الاهلي وفي الزمالك على فكره. دي حاجه موجوده من زمان، والاهلي كان عنده من زمان فريق كشافه. ولكن الفرق ان دلوقتي الكشف عن المواهب ما بقاش زي زمان، ما بقاش مجرد ان اتنين او تلاتة من متعاقد معاهم النادي ينزلوا يدوروا على المواهب في النجوع والكرة وبتاع ويجيبوهم. يعني الموضوع ما بقاش كده، وما بقاش بالسطحية دي، وما بقاش لمجرد ان اللاعب مهاري خلاص يبقى هو ده اللاعب المناسب للاهلي ومناسب للزمالك. الموضوع بقى كبير قوي في اوروبا، الموضوع بقى مختلف تماما. لذلك ادارة الاهلي خدت خطوة تستاهل عليها شابوه، حاجة في قمة في الاحترام، حاجة محترمة جدا. وهي آه كابتن هاني رمزي كان على التليفون مع ميدو. وهنا هتكلم بقى في النقطتين. النقطة الأولانية تعاون إدارة الأهلي مع ليفربول، واختيارهم طبعا لكابتن هاني رمزي ان هو يتولى إدارة السكاوتنج تيم بتاعة الأهلي إن شاء الله المستقبلية، واللي بدأوا يفكروا فيها، واللي دي حاجة طبعا قمة في الأهمية ولا تقل أبدا عن استقدامك للاعبين محترفين وشغلك لكل المراكز وتفكيرك في الفترة دي. لازم تفكر في المستقبل. فخطوة ممتازة جدا. إدارة الأهلي في بطولة أفريقيا اللي فاتت بتاعة الشباب، بطولة أفريقيا للشباب اللي فاتت دي اللي كانت في مصر، استغلوا تواجد فرق كشافة أوروبية وعملوا ميتنج، عملوا اجتماعات مع إدارة ليفربول، إدارة السكاوتنج بتاعت ليفربول اللي هي فريق الكشافة بتاع ليفربول. شافوهم بيشتغلوا ازاي وعملوا معاهم أكتر من اجتماع عشان يعرفوا هم شغالين ازاي، عشان نبدأ ناخد خطواتهم ونبدأ نعمل زيهم. خطوة قمة في الاحترام، وخطوة ممتازة جدا، وخطوة كلنا كنا بنحلم بيها. عشان بعد كده لما تيجي تروح تجيب لاعب من امريكا اللاتينيه ما تدفعش فيه 2 مليون يورو و2 مليون دولار، ويكون اصلا اقل من اللعيبه المصريين اللي عندك. فدي خطوه محترمه. ايه بقى المشاكل اللي واجهتني في مكالمه كابتن احمد حسام ميدو مع هاني رمزي؟ مبدئيا كابتن احمد حسام ميدو خطوه محترمه ان هو يتصل بكابتن هاني رمزي ويساله عن الموضوع ده. اثناء ما كابتن هاني رمزي بيتكلم وبيقول له احنا بنعمل ميتنج مع ليفربول و فكابتن حسام احمد كابتن ميدو يقول له ايه بقى؟ يقول له احنا كمان في إدارة الزمالك عملنا اجتماعات مع ريال بيتيس. احنا كابتن احمد حسام ميدو تقريبا مش تقريبا، هو احنا كلنا عارفين كابتن احمد حسام ميدو راجل زملكاوي، من مشجعين الدرجة الثالثة، يعني راجل زملكاوي صميم. ولا انا عندي مشكلة في ده، ولا انت عندك مشكلة في ده، ولا اي حد في مصر ممكن يكون عنده مشكلة ان احمد حسام ميدو زملكاوي. ده شيء طبيعي وشيء محترم. ليفربول عنده مشجعين، برضو ايفرتون عنده مشجعين، وبرضو الوولفز عندهم مشجعين، وبرايتون عندهم مشجعين. كل فريق عنده مشجعين بيحبوه وبيموتوا فيه. بس هل فيهم واحد، هل مثلا هتلاقي مشجع لبرايتون يقول لك احنا احسن نادي في اوروبا؟ مستحيل. هل هتلاقي ان اي مشجع من مشجعين الانديه انتمائه يطغى على مهنيته؟ لا. على فكره هتلاقي هاني حتحوت زملكاوي بس مهنيته في حته وانتمائه للزمالك في حته تانية. ليه؟ لان ده شغل، ده احترام للمشاهد وده احترام للمشاهدين. ما علينا. المهم يعني كابتن احمد حسام ميدو بيقاطع كابتن هاني رمزي بيقول له احنا في الزمالك. فلو هي احنا يا كابتن يا كابتن ميدو، لو هي احنا،
فحضرتك تروح في المكان بتاع احنا. المكان بتاع احنا ده اسمه قناه الزمالك. سيادتك زملكاوي، اتفضل روح قناه الزمالك، لان انت موجود على قناه المحور. المفروض انا كراجل اهلاوي ما اتضايقش وانا بتفرج عليك. انت طول الوقت بتضايقنا، طول الوقت بتحاول تضايق الاهلاويه وبتحاول تجيب معلومات مغلوطه، وده بقى اللي هنتطرق ليه في الجزء الثاني. فلو هي احنا يا كابتن ميدو، اتفضل روح قناه الزمالك. انت كده كده موجود في اداره الزمالك، فانت بتعمل ايه على قناه المحور؟ هي اسمها قناه المحور ولا هو المقصود بيها مثلا محور 14 مايو اللي هو قدام نادي الزمالك؟ لا، دي قناه محايده. المفروض الناس كلها اللي موجوده عليها محايده، والمفروض ان اي واحد يفتح قناه المحور ويلاقي برنامج رياضي يقعد يتفرج عليه ما يتضايقش. فلو انت شايف ان هي احنا وانتوا، يبقى لو سمحت روح في المكان بتاع احنا وانتوا اللي هو قناه نادي الزمالك. ده رقم 1. رقم 2 بقى، من ساعه ما الاهلي اخذ بطوله افريقيا، كابتن خالد الغندور وكابتن احمد حسام ميدو الاثنين مش عليلينها نار. يعني طلعوا بس كل واحد فيهم ليهم مقطع 30 ثانيه بيقول الف مبروك يا اهلاويه، الاهلي فاز ببطوله افريقيا، الف مبروك وعن جداره واستحقاق. كل واحد فيهم 30 ثانيه، 30 ثانيه حرفيا. ميدو في برنامجه وخالد الغندور في لايف. هو لما بيطلع لايف بيقول حاجات محايده وحاجات جميله، لكن لما بيطلع بقى على قناه الزمالك بيقول حاجات تانية خالص. فتعالى بقى نشوف انا عايز اتكلمك على ايه في موضوع ميدو، موضوع كابتن خالد الغندور. بعد ما الاهلي اخذ بطوله افريقيا، لقينا بقى كابتن الاول نبدا بكابتن ميدو. بص يا سيدي، كابتن ميدو بقى كان جايب معاه اتنين المفروض يعني ان هم اتنين، واحد محايد، واحد اهلاوي، واحد زملكاوي، بحيث يعني الموضوع يبان ان هو بشكل محايد. لكن طبعا الموضوع مش محايد، لان كابتن ميدو زملكاوي، فاصبح اتنين زملكاويه وواحد اهلاوي. ايه اللي حصل بقى طول الحلقه؟ اولا كده هو بدأ الموضوع كله بايه؟ بان الدوري فاسد. الدوري فاسد ليه؟ اصل الاهلي اتأجل له 6 ماتشات، وعايزكم يا جماعه تشوفوا معايا كده جدول الدوري المغربي وجدول الدوري المصري. هتلاقي الاهلي اتأجل له 6 ماتشات والوداد لا. بالتالي الدوري ده فاسد. فانا عايز اخدها بس كده من الاول للاخر. هو الدوري فاسد عشان الاهلي هياخده؟ طب ما كان في 2 دوري السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان في دوري، والسنه اللي فاتت السنه اللي بعدها كان في دوري، والاثنين خدهم الزمالك. ما كانوش ليه فاسدين؟ مش يعني هو دلوقتي بقى في دوري فاسد؟ يعني السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها الناس كلها كانت متضايقه جدا من التحكيم، وكان في واحد يعني تحكيم أسوأ مما يمكن، لدرجه ان رئيس لجنه الحكام بيطلع يقول احنا احتوينا الزمالك. تصريحات منتهى السوء. ولا حد قال الدوري فاسد ولا حد اتكلم غيرك السنه دي، لكن السنه اللي فاتت انت ما فتحتش بقك. فاحنا عايزين بس ان انت يا تكون محايد يا ترحل الى قناه الزمالك. وخليك بقى مش محايد، انا هتقبل منك انت تبقى مشجع زملكاوي وتقول اللي انت عايزه وتعرض وجهه نظرك من وجهه نظر الزمالك بس. فكابتن حسام، خلينا بقى نناقش الموضوع نفسه، يعني نبعد شويه عن الاشخاص، نناقش اللي هم قالوه. كابتن ميدو، احنا الدوله الوحيده اللي بتاجل كل الماتشات دي، وليه الاهلي بيتاجل له 6 ماتشات؟ والاثنين بقى الضيوف اللي كانوا معاه، طبعا الراجل الاهلاوي كان بين نارين، فمحد مش عارف يرد ولا عارف يتكلم معاهم، لان هم الاثنين متحيزين جدا. ما علينا، يعني انا كده كده ما بشوفش قناته والله، بس انا جه قدامي الفيديو فاستفزني يعني. فبداوا بقى في ايه؟ شويه مغالطات. اول حاجه، واحد من الضيوف اللي هو الراجل الزملكاوي اشرف، ماشي هرد على موضوع هتحود ده، بس اديني بس فرصه اتكلم شويه عن اللي هو قاله، لان اللي قاله بصراحه ميدو كان موضوع يحرق الدم شويه. اول حاجه يا سيدي، الضيف اللي هو الزملكاوي اللي معاه كان بيقول ايه؟ رابطه الانديه لا تجرؤ ان هي تعمل مع الاهلي زي ما عملت مع بيراميدز لما رجع من السوبر ولعب بعدها ب3 ايام في الدوري وصدقني اللائحه دي غلط بقى ومش عارف ايه، والدوري فاسد. مبدئيا كده قبل اي حاجه، ارجع لجدول الدوري وارجع لجدول ارجع لمواعيد لقاءات الاهلي، هتلاقي ان الاهلي لعب في ام درمان مع الهلال السوداني، ورجع بعدها بيومين بس لعب في اسوان مع اسوان وكسب 3-0. ساعتها بقى كانت لجنه الكوره، رابطه الانديه تجرؤ اهي عادي، جابت الاهلي وبعدها بيومين وخلفت اللائحه، يعني خلفت اللائحه عشان تزاول الاهلي. الاهلي جاي من السودان بعدها بيومين بالمخالفه من اللائحه، على فكره اللائحه بتقول 4 ايام،
الاهلي لما يرجع من السودان يقعد 4 ايام راحه، بعد كده يلعب في الدوري. ساعتها الاهلي لعب مع الهلال السوداني، وبعدها بيومين رجع لعب مع اسوان في اسوان. كانت تجرؤه يا كابتن، عادي مفيش مشكله، ما تجيش بقى تقول لا تجرؤ. بعد كده مغالطه تانية من برضو كابتن احمد حسام ميدو والراجل التاني اللي معاه، اللي انا للاسف يعني انا بعتذر طبعا انا مش فاكر اسمه، بس مغالطه تانية اللي هي لان انا طبعا على فكره انا مش فاكر اسمه، لان انا بحب اناقش الكلام بغض النظر عن الشخصيات. قالوا ان الوداد، مقارنه بقى بين الوداد والاهلي، يعني مقارنه بين الدوري المغربي ومقارنه بين الدوري المصري. بالعقل كده ادينا عقلك وخش معايا وتعالى في الكلام. الدوري المغربي ده 16 فريق. الدوري المغربي بدأ يوم 1 سبتمبر، ده اللي انا فاكره يعني، بس هو بدأ في سبتمبر، في اوائل سبتمبر، يعني من 1 ل 5 سبتمبر بالكتير. الدوري المصري بدأ في نص اكتوبر، يعني احنا بنتكلم في شهر ونص، شهر ونص فرق، وكمان ناديين اقل، يعني 4 ماتشات اقل، يعني دوري اصغر. والدوري ده بدأ قبل بشهر ونص، وانت عايزني العب زي الوداد؟ ده شيء يعني قمة في التضليل، انت كده قاصد تضلل الناس. الدوري ده غير الدوري ده رقم 1. رقم 2، الاهلي يا كابتن راح كاس العالم للانديه ولعب 4 ماتشات، والاربع ماتشات كانوا خارج ارضه لانهم كانوا في المغرب. لكن الوداد البطوله كانت على ارضه ولعب ماتش واحد بس وخرج. تمام، ادي كمان نقطه. النقطه الثالثه بقى، احد الضيوف برضو اللي هو برضو الزملكاوي بيضلل. انا رديت على فكره على الكلام ده قبل كده، بس رديت عليه في بوست يعني، فانا كنت شايف ان اللايف يستحق ان احنا نرد عليه في لايف. النقطه الاخيره بقى اللي اتكلموا فيها، قال لك الوداد لما لعب الاهلي، الوداد سوري في الاقصائيات، يعني شوف الوداد ما بتاجلوش يا كابتن زينا يا كابتن، عشان كده هم ناجحين. والوداد الوداد لعب ماتشات كتير يا كابتن، عشان كده هم انجح مننا. خد بقى النقطه الاخيره، بيقول لك الوداد بيلعب ماتش محلي بين ماتشين في الاقصائيات بتوع صن داونز. طبعا الكلام ده ما حصلش مبدئيا، يعني افتح 365، افتح سوفا سكور، افتح اي حته في الدنيا بتتكلم عن ماتشات الوداد، هات ماتشات الوداد ورا بعضها، هتلاقي الوداد لما لعب سيمبا رايح جاي ما لعبش اي مباراه في النص، ولما لعب صن داونز رايح جاي ما لعبش اي مباراه في النص. تمام، يبقى ما تغلطش الناس. الحاجه الثانيه بقى وده الاهم، يا كابتن ميدو، في اول الموسم ده قبل ما يبدا، في لائحه راحت لنادي الزمالك وراحت ليك انت كاعلامي يا كابتن احمد يا حسام يا ميدو. اللائحه دي كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول ان الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر الاربعه دول مشاركين افريقيا. اي حد فيهم هيشارك افريقيا، اي حد فيهم عنده مباراه داخليه فليه الحق انه ما يلعبش اي مباراه قبلها ب3 ايام. طب لو المباراه دي خارجيه 4 ايام. اللائحه دي كانت جات لك انت وكنت مبسوط بيها وما اعترضتش عليها. اعترضت عليها امتى بقى؟ لما الاهلي اخذ مشوار في افريقيا، ولما الاهلي قطع مشوار وراح للنهائي انت اعترضت واتضايقت. طب ما ادينا عقلك، يعني انت كنت مبسوط بيها في الاول لما كنت متخيل ان الزمالك هيصعد وهيكمل، بالتالي هيستفيد من اللائحه، ودلوقتي لما الاهلي استفاد انت متضايق. يبقى انت كده يا كابتن الموضوع بالنسبه لك مش عدل وفساد وظلم، لا، الموضوع كله باختصار ايه اللي في صفك وايه اللي مش في صفك. اي حاجه في صف الزمالك فهي عدل، اي حاجه ضد الزمالك فهي ظلم. فده كده شيء انت محتاج تراجع فيه نفسك يا كابتن مره واثنين وثلاثه. خد بعضك وروح قناه الزمالك، انا هتقبل منك الكلام ده وهبدا اناقشك فيه، لان انت مشجع زملكاوي وانا مشجع اهلاوي. كده انا عاطفتي بتوجهني، بس انت الموضوع بالنسبه لك كبير. الحاجه الثانيه يا كابتن الله يكرمك، لما تيجي تتكلم في برامجك ما تكلمناش عن حاجات تخص العقليه. ليه؟ انت كلاعب كنت لاعب موهوب جدا، محدش يقدر ينكر ده، كامكانيات جسديه ولياقه، كامكانيات كراس حربه مناسب. كنت راس حربه كويس جدا، بس اصلا سبب فشلك في الملاعب هو عقليتك. فهتطلع انت تخاطبني بالعقليه؟ ده شيء مستحيل الصراحه، انا مش هتقبله. ما تكلمنيش عن العقليه. وانا بالنسبه لي انا مش بحب رايك في الكوره، لانك ببساطه كان ليك راي، المفروض ان انت بعد ما تقول انا ما اتفرجش عليك تاني، او ما اعتبرش، ما اخدش رايك ده في الحسبان. انت قبل ماتش السوبر اللي فات اللي بين الاهلي والزمالك قلت الاهلي فرقه فاضيه، فالفرقه الفاضيه دي اخدت كاس افريقيا، اخدت الاثنين سوبر اللي لعبتهم، وخدت كاس مصر، وحاليا هو متصدر الدوري. فلو الفرقه الفاضيه دي يا كابتن هي اللي عملت كل ده، كانت فرقه في وجهه نظرك انت فاضيه، يبقى انت فهمك في الكوره مش احسن حاجه،
وبالنسبه لي ما اقدرش اخد بيه وما اقدرش اعتبره ان هو راي مناسب ليا واحطه في دماغي يعني. دي الحاجه رقم واحد بالنسبه لي. النقطه التانية بقى واللي بتتفق برضو مع كابتن ميدو، اول ما بطوله افريقيا خلصت الزملكاويه زي ما قلت لك هما الاثنين كابتن ميدو وكابتن احمد كابتن خالد الغندور الاثنين الف مبروك للاهلاويه. وبعد كده بص العصفوره. بص العصفوره ليه بقى؟ ليه بص العصفوره؟ يعني انا عايزك برضو تفهم، ما انت برضو ما تبقاش داخل تناقشه في كلامه بس كده، لا هو بكل بساطه بيحاول يشكك في فوزك بطرق غير مباشره. فميدو موجود على قناه محايده فطلع يقول لك اصل الدوري فاسد. طب خالد الغندور مبروك يا جماعه، بس على فكره حسين الشحات شد الحكم وما خدش كارت احمر. بس على فكره انتوا ما عندكوش روح رياضيه، لان الراجل اللي كان واقع على الارض انتوا قعدتوا تتكلموا على زيزو لما خد الكوره ورحنا جبنا جون ضد الاتحاد لما الراجل كان واقع على الارض، بس لما انتوا عملتوها بقت عادي. بص يا كابتن خالد، انت لعبت كوره وانا لعبت كوره، كلنا عرفنا، كلنا لعبنا كوره، فكلنا عارفين كويس قوي الفرق بين اللاعب اللي بيموت واللاعب اللي بيستموت. فاللاعب بتاع الوداد انت الشوط الاولاني كله اول ما الوداد جاب جون كل الناس وقعت على الارض، ما كانش ناقص بس غير المدير الفني يقع على الارض وياخد معاه الجهاز الفني ويقع في نص الملعب. ده الحكم كان بيضيع وقت معاهم يا كابتن. فيعني احنا فينا عقل شويه، لما واحد محدش يلمسه ويقع على الارض عشان يضيع 10 دقايق فده مش في الكوره يعني. ما تجيش انت تقول لي انا ساعده بقى واطلع له الكوره بره، ده كده خزعبلات. ثانيا ده نهائي افريقيا ومتوقع على فكره ان هم يعملوا كده، وانا عارف ان قبل الماتش ان هم هيعملوا كده. فما تجيش انت تساوي لي بقى باللاعب اللي واقع في نص الملعب ومحدش لمسه، وانا كلاعب اهلاوي انا كمحمد هاني ساعتها عارف كويس قوي انا ما لمستوش وهو واقع على الارض. تمام. غير بقى الكوره بتاعت معاذ الحناوي وزيزو بتاعت ماتش الاتحاد. معاذ الحناوي اول ما مسك الكوره، اول ما خد الكوره على صدره وقع وركبته اتنت. اي حد بيلعب كوره يا كابتن عارف ان هو احتماليه ان يكون عنده رباط صليبي احتماليه تفوق ال 60% 70%. غالبا كان عنده رباط صليبي واحنا كلنا كنا متوقعين كده. ربنا سترها معاه بس انت خدتها وجبت جون. فبلاش الله يكرمك تاخدنا في نقط بعيده جدا عن ان الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا. الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا، واخد بالك؟ فكك بقى من اللي انت عمال تقوله ده، محدش اصلا مركز معاك، احنا عمالين نركز بس ان احنا فرحانين والناس فرحانه ومبسوطين. وبعدين ده توقف دولي، ده انت ايه؟ ده انت المفروض تطول نفسك معانا لان ده توقف دولي. يعني كل الاهلاويه هيفضلوا فرحانين مثلا شهر ولا حاجه، محدش وراه حاجه غير لما الدوري ان شاء الله لما الدوري يرجع، او تقريبا اول ماتش هيبقى الاهلي هيبقى في كاس مصر ضد مش متذكر مين صراحه، فريق اللي هو لعبنا في دور ال 32، ولكن يعني لسه بدري فنفرح وسطلانه وليله كبيره قوي. فانت ركز كده واهدى، الناس محدش هيفكوا من الاحتفالات، لا الناس هتفضل تحتفل. وانت لو عندك انتقادات يعني يا ريت تكون انتقادات موضوعيه، بلاش بص العصفوره عشان تداري على فشلك. الزمالك فشل السنه دي فشل ذريع، وانت يا كابتن خالد يا غندور انت موجود في لجنه الكوره في نادي الزمالك ومعاك كابتن احمد حسام ميدو، فانتوا الاثنين سوري انا اسف ما ينفعش تكلمونا عن النجاح لان انتوا الاثنين فشله. انتوا فشلتوا مع نادي الزمالك. انتوا الاثنين خليتوا الزمالك موجود في شكل يعني من اسوأ الاشكال. وانت يا كابتن خالد لما كنت بتتكلم عن الترجي مثلا، تخيل الترجي في اسوأ نسخه ليه دي اللي انت شايفها ان هي نسخه سيئه، الترجي قدر ان هو يوصل للسيمي فاينال وحظه السيء انه قابل الاهلي وكان بدون جمهور. فاعتقد ان الاولى بالاهتمام هو الزمالك، يعني اهتم شويه بالزمالك لان الزمالك في اسوأ حالاته او مش في اسوأ حالاته، الزمالك في حالته الحاليه بغض النظر بقى عن دي اسوأ حالاته ولا لا، فهو في حالته الحاليه ما عداش دور المجموعات. فانت فاشل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فانت يا كابتن فشلت، انت وكابتن ميدو انتوا الاثنين فشلتوا في ادارتكم لنادي الزمالك. فالله يكرمكم ركزوا مع ناديكم، بطلوا كلام كتير على الاهلي. اعتقد ان قناه الزمالك اسمها قناه الزمالك عشان تتكلم عن الزمالك، واعتقد برضو ان كابتن احمد حسام ميدو لما يجي يتناقش عن الاهلي او عن الزمالك يتناقش بحياديه. الله اكبر الله اكبر، اذان العصر. فانا هرد كده بهدوء بس عشان صوتي ما يبقاش اعلى من صوت الاذان. حتحوت بيبص السم في العسل. بص حتحوت في الاول وفي الاخر هو زملكاوي. كلنا بشر، كلنا بشر. هيجي في يوم من الايام وغصب عنه هيطلع قبل نهائي افريقيا يقول لك يا جماعه حمدي فتحي جاله عرض وبيفكر يمشي وبيتناقش عشان يمشي. منطقي. عارف ليه منطقي؟ لان هو هنا
بالنسبه له هو مش اهلاوي، فمش شايف ان شغله يتضرر عشان خاطر الاهلي في نهائي افريقيا، عشان خاطر الاهلي في نهائي افريقيا. لا، هو بالنسبه له مش ده الموضوع خالص، هو اهم حاجه المهنيه. فهنا هو مهني، هو جاله خبر حمدي فتحي عايز يمشي، فطلع يقول ايه؟ خلاص حمدي فتحي عايز يمشي. الكلام ده قبل النهائي بيومين تقريبا. فهو هنا ده مهني، ما اقدرش اقول لك ان هو مش مهني هنا. لكن الاولى بقى انك تبص على الصحافه المغربيه كانت بتعمل ايه يا باشا. دول كانوا مجموعه من المشجعين يعني. انت بتتكلم على اللقاءات الصحفيه اللي حصلت قبل النهائي، اقسم بالله الصحافه المغربيه دي مش صحافه، ده مجموعه من المشجعين كانوا ماسكين لعيبه الاهلي وبيهددوهم، يعني بص الجمهور هيعمل فيكم ايه. فدي طريقه الصحافه المغربيه. فعلى الاقل يا اخي ما تكونش زيهم وما تكونش مشجع، ما حدش طلب منك انك تكون مشجع للاهلي، بس على الاقل خلي عندك نوع يعني من الوطنيه شويه. لما يجي لك خبر زي ده، بغض النظر عن هو صحيح ولا لا، انا مش هتناقش فيه، لان انا عارف ان هو اصبح صحيح بعد النهائي الافريقي، ان هو اتقفل فورا. اول ما جه عرض حمدي فتحي اتقفل فورا قبل ماتش النهائي، اتقفل. يا جماعه ما فيش كلام في المفاوضات دلوقتي، بعد المباراه النهائيه ما تخلص هنبدا نتكلم في المفاوضات. وبمناسبه بقى المفاوضات، فده ايه هيودينا النقطه الاخيره بالنسبه لي اللي عايز اتكلم فيها، هي الاتجاه لتصفيه الفريق. اللي انا شايفه يعني انا شايف ان الفريق في عروض، وده منطقي، ولا هي اول مره يكون في عروض للاعيب الاهلي، ولا هي اخر مره. طول ما انت متالق وطول ما انت بتجيب بطولات هيجي لك عروض. لعيب زي قفشه جاله 500,000 عرض قبل كده، لعيب زي ديانج جاله 60,000 عرض قبل كده، عروض كتير. الشناوي جاله عروض، منعم جاله عروض. المره دي الموضوع اكبر والمغريات اكتر والارقام اكبر. رقم حمدي فتحي ممكن يكون جه قبل كده. فكره العرض بتاع الوكره القطري لما جه لحمدي فتحي، احنا بنتكلم في 4 مليون دولار، الاهلي طالب 5 وهم بيتناقشوا في 4. يعني الموضوع برضو كتير، رقم مش قليل على فكره في هاف ديفندر. 5 مليون دولار ده رقم كبير جدا في هاف ديفندر. في نفس الوقت بيجي عرض لحمدي فتحي ده عبد المنعم ب 12 مليون دولار، هو كلام من 10 ل 12 مليون دولار من الهلال السعودي، وده رقم يعني اكبر رقم في تاريخ الدوري المصري. مفيش ولا لاعب في الدوري المصري في تاريخه سواء محترف او محلي جاله الرقم ده. انا وجهة نظري ما ينفعش تطلع كله. طبعا حسين الشحات كمان عنده عرض، وفي اكتر من لاعب عنده عرض. فانا شايف انك ما ينفعش تفرط في كل اللعيبه دي. تجديد حسين الشحات لازم حسين الشحات يتجدد له. الاختلاف بين حسين الشحات وبين اداره الاهلي على نسبه المشاركه فقط. لعيب كبر بقى عنده 27 28 سنه، هو شايف انه ممكن في اي وقت من الاوقات يتم استبعاده من القائمه. فهو شايف ان حقه زيه زي الشناوي، زيه زي اكبر لعيبه في الفريق، ان هو اولا ياخد طبعا عقد فئه اولى، ثانيا بالنسبه له ان هو نسبه المشاركه. ودي على فكره حاجه متعارف عليها اصلا وموجوده تاريخيا مع الاهلي كتير، يعني حصلت كتير، سواء ابو تريكه، سواء احمد فتحي قبل كده، وليد سليمان، في لعيبه كتير جدا كانت نسبه المشاركه مش موجوده في عقدهم. ايه بقى نسبه المشاركه دي؟ نسبه المشاركه ان انا بمضي عقد مع اللاعب، انت موجود معانا وعقدك 1 2 3، بس بحط 25% من قيمه العقد تاخدها على حسب المشاركه. يعني لو انت شاركت في 100% من المباريات هتاخد ال 25% كاملين. يعني لو ال 25% دول عاملين مثلا 10 مليون جنيه، فانت محتاج تشارك في 100% من المباريات عشان تاخد ال 10 مليون جنيه. طب لو شاركت 50% هتاخد 5 مليون جنيه بس. الشحات دي نقطه الخلاف اللي بينه وبين الاداره، موضوع نسبه المشاركه. وانا شايف بصراحه انه من حقه ان هو يتشال نسبه المشاركه. لكن لو انت بقى هتوافق على العروض دي كلها يا باشا، صفي فريقك خلاص، ماشي، صفي بقى الفريق. وخلينا بقى نلف في نفس الحلقه بتاعت الترجي ياخد 2 بطوله افريقيا، يوم جاي ممشي بقى الشعلالي، سوري، يمشي بقى بكير ويمشي مش عارف مين ويمشي، وبعدين يرجع ياخدهم تاني. الوداد قبل كده اخد بطوله افريقيا مشى بن شرقي، والترجي مشى بن ساسي. انت مش هينفع تبقى زي الفرقه دي. انت اهم ميزه بتميز الاهلي ان هو بيعرف يحافظ على نجومه. فلو حضرتك حابب تفرط، ممكن تفرط في لاعب واحد بس اللي هو عليهم سعرا. واللي انا شايفه اصلا ان انت مش هتعرف تمسك عبد المنعم، حتى لو عرفت تتمسك بيه الموسم ده مش هتعرف تتمسك بيه الموسم اللي جاي، وعمر ما هيجي له عرض تاني مشابه للرقم ده. لان انت قبل كده لما تمسكت بديانج لما جاله 6 مليون دولار، ونفس القصه قبل كده حصلت مع وليد ازارو لما جاله 6 مليون دولار، وانت قلت لا ومش لا. اي لعيب افريقي يا جماعه مستواه بيعلى وبيرجع ينزل. فهو دلوقتي في البيك. واحد زي وليد ازارو انت مسكته بعد كده بعته ب 900,000 دولار بعد ما كان جاي لك عرض ب 6 مليون دولار. لعيب زي ديانج كان جاي له السنه اللي فاتت 6 مليون دولار، انت تمسكت بيه وخليته قاعد. هل هيجي له 6 مليون دولار تاني؟ ما اعتقدش. عبد المنعم لعيب ممتاز ولسه صغير،
فانا اعتقد ان انت كده كده مش هتقدر تتمسك بيه، لان هو كده كده هيفضل يجي له عروض كتير. 12 مليون دولار انت تقدر تجيب منهم لعيبه كتير قوي، طبعا مش مصريين، يعني هتجيب مدافع تقيل مش مصري وهتدفع فيه رقم، بس مستحيل يعدي 2 3 مليون دولار. انت كنت جايب بدر بنون ب 2 مليون دولار. فاللي انا شايفه انت لو هتفرط لا قدر الله خلاص مضطر يبقى عبد المنعم فقط. لكن حسين الشحات وحمدي فتحي وقفشه عنده عروض، وعبد القادر عنده عروض، وبيرسي تاو عنده عروض، لا انت كده يا باشا هتصفي الفريق. بس فيعني ارجو المحافظه على الفريق عشان يستمر في ان هو يحصد بطولات تاني، لان كده كده جمهور الاهلي ما بيشبعش. هتقول لي ال 11، احنا من بعد الماتش ب5 دقايق الناس بتقول ال 12 يا اهلي. فربنا ييسر بقى وكل حاجه ان شاء الله تبقى ايه، تعدي على خير. لا يا عم انا مش هناقش اشرف بيقول لي اخبار الزمالك السلبيه المنتشره، خصوصا انا مش عايز اتكلم عن نادي الزمالك، لان انا مش بناقش نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك فيه مشاكله بصراحه اللي تكفيه زياده، يعني هو اصلا مشاكل بالهبل، والناس اللي في الاداره بتاعته طالعه تتكلم على الاهلي، يعني مش بيناقشوا اصلا مشاكل نادي الزمالك ولا في الاعلام، واعتقد يعني ولا في الاجتماعات. هم لو بيناقشوا الزمالك في الاجتماعات، لو بيعملوا اجتماعات عشان يناقشوا الزمالك، عمر مشاكل الزمالك ما كانت هتوصل لكده. الزمالك دلوقتي في المركز الرابع، وافريقيا مش موجود، طلع من دور ال 16 وهيروح بطوله العربيه، اعتقد هيبقى شكله مش كويس. اتمنى طبعا ان ربنا يوفقه ويعمل حاجه، بس ما اعتقدش بالعقليه دي وبالتفكير ده ان هم هيروحوا يعملوا حاجه. بس النهارده ان شاء الله هيبقى في حلقه بالليل هتتصور، هحاول اعوض فيها الحلقه اللي انا بعتذر ان انا ما قدرتش اصورها بتاعه الفاينل. باذن الله يا رب في حلقه النهارده هصورها، وان شاء الله تنزل النهارده تنزل بكره. السلام عليكم.